المسرح الوطني الجزائري محي الدين بوشتارزي الذي كان يسمى في وقت الفترة الاستعمارية أوبرا دالجي. هكذا أرادتها الإدارة الاستعمارية، أرادت أن تكون فيه أوبرا على شاكلة أوبرا غارنيه بباريس. أمرت طبعا بتشييده ب20 عاما تماما بعد احتلال مدينة الجزائر خصيصا بأواخر أشهر 1850، وكان أول معماري كان شاسيري، وطلبت منه على أنه يكون مثل جوهرة معمارية نمطها المعماري يكون مختلف تماما عن نمط المعماري الذي كان قد شيد بواجهة البحرية للعاصمة والنسيج العمراني للفيلاج أوروبيان، يعني القرية الأوروبية، والتي طبعا أرادتها الإدارة الاستعمارية أن تدير الظهر للقصبة والمدن العتيقة على غرار كل المدن العتيقة الأخرى. كان النمط المعماري إعادة إحياء نمط معماري رائج بأوروبا وراقي هو النيو باروك، مع اختيار لمواد بناء نبيلة على شاكلة الرخام، المرمر، نمط معماري راقي مختلف تماما عن كل الأبنية التي كانت يعني بمحاذاة هذا العقار، على مساحة 1400 متر مربع، يعني شيد تماما وأخذ على شاكلة يعني متوازي المستطيلات على 3 أدوار ودورين تحت الأرض. النمط المعماري الذي كان طبعا عبارة عن واجهة معمارية أخذت الدورين الأولين طبعا بعقود مكتملة، ثم الدور الأخير كان عبارة عن سقف منحني تماما بقرميد أحمر، وكان مختلف عن كل الأسطح التي كانت بالبنايات بالمدينة الأوروبية الجزائر العاصمة، التي كانت أسطح يعني كلها غير مائلة. عملية البناء التي استكملت على يد البناء والمعماري وهو أيضا فنان معماري شاسيريو استكملت عام 1853، لكن لم تكن طبعا هذه النسخة النهائية، لأنه كان دوما فيه إضافات للمقاعد، إضافات طبعا أكوستيك لكي طبعا تقوم عملية يعني جميلة للصوت. طبعا الداخل كان على شاكلة حدوة حصان بداخل القاعة الرئيسية، وطبعا 3 شرفات بالإضافة للقاعة الرئيسية للمقاعد، لكي يتعرض بعد ذلك أوبرا دالجي لحريق عام 1882، والذي أودى على طبعا لم يسلم فقط الحيطان الخارجية طبعا لأنها كانت ثخينة وسمكها كان كبير. الآن توكل الإدارة الاستعمارية عملية ترميم لمعماري آخر هو أودو. طبعا أودو قام بعملية طبعا إعادة ترميم، ومع دائما الحفاظ على النمط المعماري النيو باروك، ودائما يكون فيه مختلف وفريد من نوعه بالنسبة لكل البنايات التي كانت بمحاذاة أوبرا دالجي. فقط هنا كانت الإضافة أنه غير من القاعة الأساسية التي كانت على شكل حدوة حصان، قام بطبعا تغييرها لكي تصبح أكثر مقعرة، لكي يعني تحافظ أو يكون فيه الصوت سليم ويوصل لآخر مقعد. وأيضا قام أودو باستغلال الوظيفي للطابق الأخير، يعني اللي كان السطح الذي قام طبعا الحريق لن يسلم منه هذا السطح، ليقوم بعد ذلك على علو 15 متر، يستغل هذا الفضاء لكي يعوض ذلك السطح المائل إلى سطح شبه برميلي، ولتصبح ذلك المكان طابق آخر يعني وظيفيا يستعمل يعني إضافة جديدة لأوبرا دالجي.